اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلوات ينفك بها الكرب وينزال بها الهم ويستجاب بها الدعاء ويرفع بها البلاء. ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد وروتين جديد، يا رب تبقوا كويسين. هنخش كده في الاول في الروتين ونتكلم كده مع بعض في النص كده شويه، عشان عايزه اشكركم كتير قد الدنيا كلها. النهارده صحيت كده ما كانش عندي حاجه للفطار قوي، يعني عايزه معجنات، عايزه حاجه فيها معجنات. فقلت خليني اعمل كده ايه شويه قرص فلاحي اللي هي القرص الطريه دي، وخليني يعني ما كانش عندي دقيق كتير ان انا اعمل مثلا كيلو او كده. فشفت الدقيق اللي عندي اخدت 4 كوبايات. خلاص يعني كان اخر الدقيق كده، محتاجه ان انا لسه اجيب دقيق وكده. فحطيت 4 كوبايات من الدقيق وحطيت عليهم معلقه صغيره من الكيك شيف، و3 معالق كبار كده من السمسم، ومعلقه من السكر، معلقه كبيره يعني او معلقتين صغيرين من السكر. كده المكونات اللي هي الجافة مع بعض، وطبعا رشة من الملح عشان تعادل الطعم، او هي بتبقى في اي حلويات يعني اللي هي رشة الملح الخفيفة دي. هقلب المكونات الجافة كده مع بعض واسيبها بقى كده على جنب عقبال ما اجهز المكونات اللي هي السايلة. بس قلت الاول كده خليني ايه يعني اجهز الخميرة عقبال ما اجهز اللي هي المكونات السائلة، تكون الخميرة يعني ايه اختبرتها. اخدت كده معلقتين من الخميرة اللي هي الفورية، وحطيت عليها معلقة من السكر، معلقة واحدة صغيرة، يبقى اللي انا استخدمته كله في التوتال يعني على 4 كوبايات دقيق. معلقة كبيرة ونص او 3 معالق صغيرة. حطيت واحدة على الخميرة واتنين على الدقيق في المكونات الجافة. هقلبها كده مع بعض لغاية ما اتأكد ان هي هتختمر كويس يعني وكده. ودلوقتي بقى هسيح السمنة. انا هنا استخدمت نص كوباية من الزيت، تمام. وحطيت عليها كده معلقتين من السمنة. توتال او يعني اجمالي المادة الدهنية اللي انا حطاها حوالي كوباية الا ربع، تمام. ممكن تحطي لغاية كوباية، بس يعني انا بحبها خفيفة شوية. وبعدين الحكاية كلها 4 كوبايات دي، فمش محتاجة ان انا احط كتير. هرفع السمنة دي دلوقتي على النار، بحيث ان هي بس انا محتاجاها ان هي تسيح يعني. تدفى فتسيح، مش محتاجة ان هي بقى تخمر، ولا قصدي اسمها ايه تقدح، ولا اي حاجة من دي. جبت هنا بقى السمنة، كانت خلاص. الخميرة طبعا اول حاجة اختمرتها. الحمد لله كانت كويسة، عقبال السمنة ما ساحت كانت هي عملت. فقلبت كده بقى السمنة مع بعض والدقيق مع الخميرة، كأني ببسهم بالظبط. عارفين الكحك لما بنعمل فيه كده في العيد، اللي هو نفضل بقى نبس وكده؟ انا محتاجة ان انا اعمل فيه كده بس. لقيت اللبن ساقع، فقلت خليني كده برضو ايه ارفعه على النار يدفى هو كمان شوية، علشان تبقى كل حاجة دافية، فالعجينة ما تاخدش مني وقت كتير في التخمير. هنا برضو هقعد كده بس كده شوية في الدقيق، لغاية ما احس ان كل حبيبات الدقيق كده شربت كويس من المادة الدهنية. عايزة بقى اشكركم على كمية الكلام الحلو، ايه الكلام الحلو ده كله، وايه الدعاوي دي. انا بجد يعني انا بقيت بقرأ كده الكومنتات، وانا اللي هو مبتسمة كده وسرحانة. عارفين يعني الواحد سعيد جدا بصراحة، مش عارف يقولكوا ايه. شكرا بجد من كل قلبي على كل كلمة حلوة، وعلى كل دقيقة أخدتوها من وقتكم، أو كام ثانية بس أخدتوها كده من وقتكم عشان تكتبولي تعليق حلو زيكم. أنا بجد فرحانة جدا بكمية الناس الراقية اللي عندي. بجد أنا مش عارفة أقولكوا ايه. أنا مش عارفة أعبر قوي، ولكن يعني ربنا يفرحكم أضعاف 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 ما فرحتوني في الكومنتات، بجد والله. وكمان يعني يجعل لكم من كل دعوة دعيتوها لي أضعاف أضعافها، بجد. أنا يعني مبسوطة جدا ومش عارفة أعبر إزاي. حطيت هنا اللبن، وكان عندي كده اللبن عليه وش، فحطيت كده عليه معلقتين من القشطة. لو عندك بقى سمنة بلدي يا ريت تحطيها، والله بصي ما تستخسريش فيها. لا بجد هتديها طعم حلو قوي. بس انا ما كانش عندي سمنة بلدي، او عندي لسه قشطة اللي هي وش لبن بجمعه، ولسه محتاجة ان انا ايه اسيحه. فلسه بقى كان هياخد وقت وكده، والواحد بقى صاحي، لا انا عايزة حاجة كده اهو.
عجنت هنا العجينة بتكون طرية شوية. العجينة مش بتتعجن كتير، يعني مثلا مش بيتزا بقى نفضل نعجن بقى و5 دقايق او ربع ساعة و10 دقايق والحاجات دي، لا. انتي بتلمي بس العجينة. تمام. بصي بيكون شكلها كده، انا بس هلمها بحيث ان هي يبقى شكلها متكور كده وشكلها ملساء بس. كده 100 فل و10. هغطيها بقى كده بفوطة بس وكده خلاص، يعني هسيبها بقى تختمر بقى كده مع نفسها. نسيت اقول لكم بقى ان دي قناتي وان انا اسمي اموره. ولو لسه لاول مره بتشوفوا القناه اضغطوا اشتراك تحت الموجوده باللون الاحمر، وكمان بقى تعملوا لايك للفيديو وكلام الحلو بقى اللي انتوا بتكتبوه الكتير ده، عشان بصراحه لا الواحد كده هيتعود على الكلام الحلو بصراحه. بجد ربنا يسعدكم يا رب. انا فرحانه جدا جدا بالكومنتات، ويعني ما كنتش متخيله. يعني بصوا، انا واعوذ بالله من كلمه انا، بس انا يعني ما عنديش اخوات بنات، فان انا يبقى عندي حوالي 400 اخت عندي على القناه لسه ما شاء الله، يعني ما بقالهاش 10 ايام. ان انا يبقى عندي 400 اخت في 10 ايام دي حاجه يعني حاسه ان ربنا كرمني بيها وربنا انعم عليا بيها فعلا. فربنا يا رب يديمكم نعمه كده حلوه في حياتي. قلت بقى اخلص كده اول باول الحاجات، عشان عايزين الدنيا برضو تبقى تحت الكنترول يعني. فمسحت كده الترابيزه اللي انا كنت عامله عليها بديتول وميه وبريكس ده اللي هو البخاخ ده، انا كنت عاملاه معاكم في الفيديو اللي فات. جيت هنا بقى عايزه اشغل الغساله، ورحت سارقه كده قرص كده من غساله الاطباق وحطيت عليه ميه سخنه. طب ده هتعملي ايه بقى بيه يا اموره؟ هقولك هعمل بيه ايه. بس الاول جبت الفرشه اللي هي دي بتاعت ايكيا البرتقاني، وخلتني كده يعني احاول كده ان انا ادوب فيها القرص شويه. الغساله كانت عايزه ملح، فرحت كده حاطه اخر حبه ملح عندي. انا بستخدم الملح اللي هو بتاع فيبا، وعندي برضو اسمه الايه، ثواني اللهم ذكرني يا رب. المسحوق اللي هو بتاع الغسيل ده اللي هو بتاع فيبا، يعني البودر ده برضو كويس معايا. شغلت هنا الغسالة بس على نص حمولة، وطبعا لسه عطياني اشارة الملح ان هي عايزة ملح، ولكن يعني لما بتغسليها لما بتغسل يعني وكده الاشارة بتروح. جيت هنا بقى بالاقراص دي اللي انا عملتها بالميه السخنه. وكان عندي كام بقعه كده في السجاد، وانا السجاد بتاعي زي ما انتم شايفين يعني لونه فاتح، فما ينفعش ان هو يبقى باين فيه بصراحه بقعه كده، ما ينفعش. فرحت جايبه كده بالفرشه ورحت عامله البقعتين دول. المكان ده اللي انا بصلي فيه، فكل ما اجي اصلي كده مثلا عارفين اللي هي تبقى تخطف عينيا كده، وافضل بقى ارجع اركز في الصلاه واقول لما اخلص صلاه هبقى اعملها باي حاجه او هعملها بكره او مش عارفه فقلت لا خليني اشيلها كده عشان بتزغلل عينيا كده وانا بصلي، فاهمين؟ فعملتها يا دوب كانت العجينه خلاص اختمرت. وجيت بقى هنا كده قلت خليني اكورها. بصي انتي عايزه تعمليها يعني المفروض ان هي تبقى كور على قد الحجم اللي انتي عايزاه. انا بوريكم طريقتين انكم تكوريها بيها يعني. بس المهم ان هي تكون شكلها املس كده من بره، ومش مشققه ولا اي حاجه، ولا تكون مفرغه من تحت، عشان لو مفرغه من تحت هتلاقيها عملت لك فراغات جوه العجينه. تمام، يعني لازم تكون مقفوله كويس كده من تحت عشان ما تعملش فراغات جوه العجينه. هكورها بقى كده كلها، هحاول يعني انها تكون مقاس واحد قد الليمونه كده حلو. وطبعا المقاس ده بيرجع لك، يعني شوفي انت حابه مقاسها يكون قد كبيره شويه صغننه كده مع الشاي، او كبيره مثلا لو في ناس بتحبها كبيره مثلا شويه تحط لها جبنه قريش او جبنه يعني فيتا جبنه يعني، وتبقى زي مش زي حاجه، تبقى قرص كده يعني بجبنه. المهم ان هي اتكورت خلاص، وخلاص بقى سبتها بالظبط ربع ساعه كانت اختمرت. يبقى هي كده اختمرت مرتين. عايزه اقولك ان هي ما شاء الله ما خدتش معايا وقت خالص في التخمير، علشان انا كنت عامله الميه الدافيه واللبن دافي، وحتى السمنه اللي انا كنت حاملاها او الماده الدهنيه كانت دافيه. فوالله يعني لو اقول لكم ان هي تلت ساعه واقل كمان كانت مختمره وزي الفل. جربوها بقى في البيت، تنفع معاكم بقى التفريزات المدارس او مش تفريزات يعني. تنفع معاكم كده على دخلة المدارس. انا هستخدم منها شوية وهشيل منها مثلا كيس كده او يعني هحطها في اكياس في الفريزر، هخلي مثلا منها فطار لبكرة واحطها في الفريزر بحيث ان هي تبقى معايا لو مثلا بعد بكرة مثلا عملت حاجة تانية. باتون ساليه مثلا، لان عايزة اعمل باتون ساليه بالكمون الفترة دي.
بس لما اجيب دقيق بقى يعني اخلي منها في الفريزر، فانت ممكن تعمليها وتخلي منها في الفريزر، بجد بتبقى حلوه قوي. يعني لو عملتي مثلا منها كيلو، دول طلعوا معايا بالظبط حوالي 25 قرصه، اللي هو ده 4 كوبايات معياريين، يعني بيعادل بالظبط نص كيلو دقيق. كيلو الدقيق بيبقى 8 أكواب معيارية، فدول طلعوا معايا 4 أكواب وعملوا معايا 25 قرصة. ال25 دول انت لو وزنتيهم طبعا مش هيبقوا نص كيلو، لا ده هيبقى داخلين في كيلو. لو جيت اشتريتهم من المخبز سألت عليهم قال لي 75 جنيه، ولا هتبقى بالنظافة اللي انت عاملاها في البيت، ولا هتبقى بالجودة دي، ولا اي حاجة من الحاجات دي، غير ان ريحة المخبوزات في البيت دي بحسها بركة. انا بططتها كده او فردتها كده، يعني يا دوب ضغطت عليها ضغطة خفيفة كانت اتفردت، لاني مش عايزاها تبقى كبيرة قوي. حطها في الفرن على درجة حرارة عالية بالظبط ربع ساعة، وبعدين بدخلها تحت الشواية. بس بعد ما بطلعها يعني من ربع ساعة بديها مسحة كده بس بالفرشة باللبن. جبت بقى اسمها المنشة او مشنة ولا منشة، مش عارفة ايه اسمها ايه بالظبط، ولكن بقى حبيت ايه اللي هو شكلها بقى كده مع المخبوزات وكده، بتبقى حاجة كده يعني فلاحي قوي، وحاجة كده يعني مش عارفه يعني فاهمين، بتبقى حاجه كده جميله قوي كده. يعني بقى انا بحب العيش وبحب المخبوزات وبحب الحاجات دي وبحب الجو الريفي جدا. فحطيت كده اللي هي منشة مشنة دي، اعتبروها ان هي كده حتى لو النطق غلط. ودهنت بس كده القرص اول ما طلعت، عطيت لها لون تحت الشوايه، ودهنتها كده اول ما طلعت بالفرشه كده فيها ميه بس ولا اي حاجه تاني. بس قلت خليني اجهز بقى الغدا كده بالمره عشان ادخله الفرن، او عشان انا شطوره بقى. عملت فراخ وعليها بصل وفلفل، اللي هي يعني وشويه بهارات بس كده، حاجه بسيطه قوي. او اشاركها معاكم لو حابين، بس بصراحه كنت مستعجله. بس بقى ده شكل القرص بتاعتنا. جربوها واعملوها في البيت وقولوا لي رايكم في الكومنتات. جربوا المقادير ان شاء الله هتبقى مظبوطه جدا. يعني هفتح لكم كده واحده، بصوا حاجه خطيره. عايزه كوبايه شاي بلبن بقى زي ما انا قاعده كده دلوقتي بعمل لكم الفويس اوفر، عايزه كوبايه شاي بلبن بقى، والف هنا وشفا على اللي كلها وعلى اللي يجربها ان شاء الله. واكتبوا لي رايكم تحت في الكومنتات. استودعكم في رعايه الله. تاني ما تنسوش انكم تشتركوا في القناه. بس اسيبكم على خير في رعايه الله، مع الف سلامه.